كان عندي ندوة عن التحرش الجنسي في مدرسة للناس اللي شغالة جوه المدرسة. فكان قدامي تقريبا 100 بني آدم، وال100 دول كانوا بيشتغلوا 4 شغلانات مختلفة في المدرسة. فمنهم سيدات في الحمامات، منهم مشرفات في الأتوبيس، منهم رجال أمن، ومنهم رجال نظافة. أنا فاكرة كويس قوي العدد كان 70 راجل و30 ست. وفي أول المحاضرة قررت أسألهم سؤال: مين ممكن يعتدي جنسيا على طفل؟ مين ممكن يتحرش بيه؟ وقلت لهم هقسم السؤال نصين، واللي موافق على اي نص فيهم يرفع ايديه. فسألت كده وقلت: مين بيقول انه التحرش الجنسي بالاطفال بيحصل من الناس البعيدة؟ الرجالة كلها رفعت ايديها، وبعدين نزلوا ايديهم. مين بقى بيقول انه التحرش الجنسي بيحصل من الناس اللي قريبة؟ الستات بس اللي رفعت ايديها. كان حاجة غريبة جدا انه الستات هم اللي بيقولوا انه بيحصل من القريبين، والرجاله لما شافوا الستات بيرفعوا ايديهم اتضايقوا جدا، وكان في شوشره في القاعه، واعترضوا اعتراض انه ازاي، مين قال ان القريبين بيعملوا كده؟ لو احنا الكبار بنميل ان احنا نرفض وما نصدقش انه الاعتداء الجنسي ممكن يحصل من الناس القريبه، ما بالكم الاطفال؟ افتكر بنت من البنات قعدت 1.5 سنة تروح جلسات مشهوريه، تاخد كونسلنج، وقعدت تحكي 1.5 سنة عن بنت الجيران اللي ابوها كان بيعتدي عليها. انا عارفه انه الناس هتتخض قوي لما نقول حته ابوها. انا مش بقول ان كل الاباء بتعمل كده، بس انا بقول انه في نسبه وفي اباء بتعمل كده. مش فارق لي نسبتهم عامله ازاي، ومش هقف قدام الحته دي. ولو احنا اتعلمنا وفهمنا وتوعينا انها ممكن تحصل من القريبين، ده هيخلي رد فعلنا يروح بالاولى للطفل، للشخص اللي مأذي، عن ان انا اشغل بالي مش ممكن يحصل من الاباء، حرام عليكم، ازاي بتقولوا كده؟ تكملة للقصة، البنت قعدت 1.5 سنة بتحكي عن بنت الجيران اللي بتتأذي من ابوها. بس عارفين ايه اللي حصل بعد 1.5 سنة؟ بعد 1.5 سنة البنت ادركت انها بتتكلم عن نفسها، بتتكلم عن قصتها هي. من كتر ما هي ما كانتش قادرة تصدق انه ده حصل ليها من ابوها، فضلت انها تفصل وتتخيل انه ده ممكن يبقى حصل لحد تاني. زي ما قلت لكم في الاول، احنا الكبار بنميل ان احنا ما نصدقش انه ده يحصل، ما بالكم الاطفال؟ غالبا الاطفال ممكن يميلوا ان هم ما يصدقوش، ده اهون بكتير قوي من هم يصدقوا ان الاعتداء الجنسي دوت حصل لهم من حد قريب، وحد قريب قوي. انا عارفه انه ممكن فيكم ناس تبقى حاسه مش ممكن اب يعمل كده. عايزه اقول لكم تاني، انا مش بقول ان كل الاباء بتعمل كده، بس لو انت ام وبتسمعيني، ولو انت حد في العيله وبنت من البنات اللي في العيله جت حكت لك عن موقف من شخص قريب كان اب او غيره، انا شجعك تصدقيها وشجعك تصدقي الحكايه بتاعتها. عارفين ليه؟ عمر ما العيال هتألف قصه عن الاعتداء الجنسي. هيجيبوا منين المعلومات اللي تخليهم يحكوا ويقولوا عن التحرش الجنسي ان ما كانش ده حصل بالفعل ليهم؟